اهلا الزينات ديالي، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع صحيحتكم؟ بخير؟ هاني نتمنى يا ربي تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا اختي هذا الفيديو، عاوتاني اختي غندير لكم فيديو تحت الطلب العديد ديال البنات. عرفتي الزينات كلكم بغيتوا تغلاضوا، كلكم بغيتوا تزيانوا، كلكم اختي بغيتوا تربيو الحنيكات اختي بالدريعات ومهم ما نقول لكمش اختي، راه الرجال كيتفرجوا فيها، راكم عارفين اختي روح الحشمه. المهم انا الزينه ديالي الوصفه اللي جبت لكم اختي اليوم فاتحه للشهيه، غترحموا لها اختي عليها الوالدين مدى الحياه. الوصفه الزينه ديالي ما غتخلي فيك ريحه خانزه، ما غتعرقي بريحه خايبه، ريحه الحلبه ما غتطلقش فيك بصفه نهائيه. حتى الا كان عندك مشكل ديال القولون العصبي غتهني منه بصفه نهائيه. الزينه ديالي الوصفه ديالي انت كتشربي فيها وانت اختي كدعي معايا برحمه الوالدين. راه دائما الزينه ديالي كنقول لكم رحموا لي اختي الوالدين، وقولوا لي الله يخلي لك اختي تبنياتك ومولا دارك وصحيحتك. علاش؟ حيت كتعطينا الوصفات اللي كيكونوا ناجحين 100%. راه ما بغيتش البنات نبقى نكثر عليكم في قوه الوصفات، هذه تجربها ما تصدقش معاها، هذه تجربها ما تصدقش معاها، بس تصدقوا كتدعيو فيا والمصداقيه ديالي تمشي. انا دائما الزينات ديالي كنبغي نجيكم بالوصفات اللي كنقولوا ناضي كندا. اختي خليك معايا لاخر الفيديو، عندك كدوزي داك الخط الاحمر باش تسمعي اختي شنو كاينين الفوائد، شنو غادي تشربي، شنو غادي ديري في الذات ديالك، وتشوفي ما شاء الله. الا جربتي هاد الوصفه اختي كترحمي لي الوالدين مدى الحياه. دخلي اختي عندي داك الانستغرام، ها هو الانستغرام، ها التيك توك، تابعوني حتى هو فيه. واللي بغات شي حاجه تصيفط ليا ميساج في الانستغرام ولا تخلي لي كومونتير هنايا الزينات ديالي وراني غنجاوبكم اكيد. كاين اللي كنجاوبوا فيديو، كاين اللي كنجاوبوا غير في الكومونتير، كاين اللي كنجاوبوا في الميساج اختي على حسب الظروف. راكم عارفين الخدمه وعارفين الزينات ديالي الوليدات والمسؤوليه، راه ما نقول لكمش راكم غير ربات البيوت. بعض المرات كيكونوا البنات ربات البيوت كيقول لكم ما كنلقاوش فين نحكوا شعرنا اختي. يوعد عندي لكم اختي في اخر الفيديو واحد المفاجاه زوينه 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 وطلبتوني عليها بزاف، حتى هي غادي نشاركها معكم الزينات ديالي. خليكم معايا لاخر الفيديو، ما تنساونيش اختي من لايك، ولا كنتي اول مره كتشوفي الفيديو ديالي ضغط اختي داك الزر الابوني الا عجبك المحتوى اكيد وما غاديش نفرض عليك. خليكم معايا. فهنايا الزينه ديالي اول مكون اللي غادي نحتاج معكم اللي هو البابونج. البابونج معالج وفاتح للشهيه وكيهدئ لنا من تقلصات المعده اختي، وكيعالج لنا الحرقه والاضطرابات اللي كتكون عندنا اختي في الجهاز الهضمي. دونك الا كان فيك اختي مشكل القولون العصبي او لا بومزوي، فهاد الوصفه هذه فاتحه الشهيه ليك ومعالجه في نفس الوقت. الزينه ديالي شنو غنحتاج زهره البابونج، راها معروفه في الدول كاملين، يعني كلشي غيفهمني. وغادي نجيبها اختي وننقيها ونغسلها، ضروري المكونات كلهم يتغسلوا. الزينه ديالي عاد نديروهم في القرعه. هنايا الزينه ديالي هنا وضعت معلقه كبيره ديال زهره البابونج او البابونج اختي في هو الكاموميل بالفرنسي باش يعرفوني الناس اللي الجاليه المغربيه، راه كاين ما كيفهمونيش. كنضيفوا معلقه كنديروا معاها واحد جوج عواد ديال عرق السوس او الريغليز. جوج اعواد ديال عرق السوس او الريغليز. عرق السوس كيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر المفيده للجسم الزينه ديالي، بما فيها الكالسيوم وفيه الحديد وفيه الفوسفور والبوتاسيوم والزنك وفوائد كثيره كثيره. الا جيت نهضر ما غنسكتش. انا وضعته في القرعه. غنضيف معكم معلقه ديال الحلبه تكون بلديه. الزينه ديالي راه ما كديرش ريحه نهائيا لا في التعرق ولا في الجسم. فاش كندير معها عرق سوس كيقتل لها كاع الريحه ديالها. فوائد ديالها عديده اللي من بينها انها كتفتح لنا الشهيه، كتنقي لنا الجسم كذلك من السموم اللي كتكون عالقه اختي. وشنو كدير لنا؟ كتنقي لنا حتى الجهاز الهضمي او القولون الزينه ديالي من داك الفضلات الخبيثه او العالقه. الزينه ديالي غنوضع معلقه فقط كبيره ديال الحلبه. هنايا من بعد ما وضعت المكونات كاملين ركزوا معايا الزينه ديالي، راه ما ينقص حتى شي مكون وما تزيدوا حتى شي مكون من بالكم، حيت راه بزاف ديال البنات كنعطيهم الوصفه كيزيدوا شي حاجه من عقلهم اولا كينقصوا شي حاجه، وكتقول لك لا راه الوصفات اللي كنعطيو لكم الزينه ديالي راهم مضبوطين اختي ومجربين، ماشي غير كنجي ونفرتت لكم ونقول لكم ديروا الوصفه. هنايا من بعد اختي ما خليت القرعه فيها المكونات كاملين، غادي نغلي واحد اللتر من الماء مغلي. ضروري الزينه ديالي الماء يكون مغلي يعني سخون، واحد اللتر اللي غيهز ليا هاد القرعه هذه. وغادي نخوي على المكونات كاملين. ما تحبسيش هنايا في الفيديو تمشي لان كاين شحال من حاجه كتراطيها وما كتسمعيش نهائيا الفائده او كيفاش طريقه تاخديها وكتصدقي ما ناجحاش معك الوصفه. خليك اختي نهايه الفيديو ما تعكزيش الزينه ديالي. هنايا غنخليه ليله كامله يبات باش كيطلقوا لي المكونات. ممكن ديريه في الثلاجه، ممكن تخليه غير في المطبخ هكا فوق لافابو حتى يطلقوا المكونات مع بعضياتهم كاملين. كيقول لك راه فاتحين للشهيه وفي نفس الوقت الزينه ديالي كيهدئوا من تقلصات المعده. الا كان عندك مشكل في المعده وما كتجيكش الشهيه اولا ما كتفتح لك الشهيه، وحتى الا كان عندك مشكل ديال القولون العصبي، غترحمي لي الوالدين على هذه الوصفه مدى الحياه. اكيد الزينه ديالي كما دائما الوصفات ديالي الحمد لله ناجحه وبشهاده الجميع، لا هنا في اليوتيوب ولا في تيك توك ولا في الانستغرام. الحمد لله اللي دخل كيرحم لي الوالدين على الوصفات ديالي.
نخليكم مع الطريقه ديال الاستعمال ديالي. من بعد ما وجد لي اختي المحلول ديالي اولا المشروب الانثوي ديالي الزينه ديالي اللي غادي يطرطق لك كاع المناطق الزينه ديالو، يفتح لك الشهيه اختي ويداويك من المشكل ديال القولون العصبي. من بعد ما خليته ليله كامله طلقت الحلبه وطلق عرق السوس وطلق البابونجه الزينه ديالي، اش غادي ندير؟ غادي نصفيه انا غدا ونشرب في اي وقت نشرب الزينه ديالي، اي وقت فوق ما يجيك العطش. المهم هذا المشروب هذا تشربيه ليه على طول النهار، ماشي قبل اولا من بعد. فوق ما يجيك العطش شربي بعدا من اي تفيقي من عشر شربي ليا كاس، هذه غتكون من قبل. ومن بعد غير يجيك العطش شربيه، غير يجيك ممكن تحطيه في الثلاجه، غير يجيك العطش شربيه وخلي هذاك الشيء بلا ما تصفيه حتى تبغي تشربيه. بسم الله. المذاق ما نقول لكمش عليه طالق المفعول او اللوغو ديال عرق السوس، عطي واحد المذاق رائع. البابونج كيقول لكم المنافع ديالو قبل في هذه البارتي هذه اللي قبل كي دايرين. اللهم بارك. غير بعدا كتشربي هذا المشروب هذا، الا كان فيك الامساك ما كيبقاش، الا كان عندك الوجع في المصران ما كيبقاش، الا كان عندك المشكل ديال القولون العصبي كيخليك ديما الشهيه مسدوده، الحمد لله كتهني. راه من النهار الاول كيبان لك المفعول، كتولي بنيتي تاكلي لي الاخضر واليابس اختي. شوفي رجعي ليا بومبا كي كنقول لكم الزينات ديالي. اختي ممكن خاف تعجبكمش داك كلمه بومبا، شي وحدات كنختار شي وحدات الاكثر كتعجبهم. ترجعي ليا بومبا، تبعي ليا المشروب مده 15 يوم، اجي اختارت عليا في الكومونتير وقولي لي ما شاء الله باش حسيتي. راه عرفتي قلت لك المناطق يطرطقوا، الوجيه غيتنور، الخديدات غيتنفخوا لك، اليديدات كذلك، ومثال الزينه ديالي. بصحتكم وراحتكم وما نطولش عليكم. كيقول لكم ضروري تشربوه على طول النهار الزينه ديالي، ماشي قبل اولا من بعد، فقط في الصباح اللي كتشربيه قبل الفطور باش كيفتح لك الشهيه. من بعد واحد نص ساعه هكا عاد فطره اولا ربع ساعه وانت كتوجدي الفطور ديالك، ديري كاس فمك شربيه كامل صافي، وجدي فطورك على ما يوجد وهتكون تفتحت لك الشهيه وانت غادا اختي انت تشربي. شوفي خليت لك اختي لو ديو انت ما تبارطاجيهاش مع الزينات اختي صحاباتك. اما المفاجاه الزينه ديالي هي اللحسه الصحراويه او المسمنه الصحراويه بايادي وانامل. هاد الصحراويه هذه اختي اللي بغات تغلاض وما عندهاش نهائيا الوقت باش انها دير الوصفات ديال الغلظ، وباغا شي حاجه اللي مضمونه، اللي كتعالج مشكل بومزوي، اللي كتعالج مشكل هشاشه العظام، نقص فيتامين دي، لان ديجا فقر الدم كيدير لنا نقص فيتامين دي وكيدير لنا نقص في الزنك. كذلك اللي عندها مشكل مع الزوج ديالها، مشكل الضعف الجنسي. بالنسبه للرياضيين كذلك اللي كيلعبوا الحديد وكيشريو البروتين الصناعي، هذا البروتين هذا الطبيعي اللي غترحموا لي عليه الوالدين، زيد عليها الدوره الشهريه الا ما كانتش عندك منتظمه الزينه ديالي، والبرد اللي كيكون عندك في الرحم واللي كيكون عندك كذلك في الداس. عرفتي راه ما شاء الله الناس اللي كيعانيو من المعده، الناس اللي كيعانيو من القولون العصبي، اصلا مقوي للجهاز الهضمي، يعني فيها منافع كثيره، ما فيها لا فنيد لا دردق لا مواد يعني فاتحه للشهيه ديال الفرماسيال، موادها طبيعيه، اعشاب ومكسرات وزيت زيتون وعسل كذلك الزينه ديالي، يعني موادها طبيعيه 100%. باش اللي بغات تطلبها الزينه ديالي، الناس الانستغرام كلهم كيعرفوني كندير المسمنه، الناس اليوتيوب والتيك توك اللي مازال ما كيعرفونيش لاني ما كيبقاليش الوقت عاد انني نوريها لكم اولا ندير لها اشاره ونقول لكم انا راني كندير المسمنه الزينه ديالي اللي بغاتها هي، والتحاميل والتبريمه وزيت تساقط الشعر. غنخلي لكم الرقم ديال الهاتف الزينه ديالي هنايا الواتساب، كنجاوب انا الا تعطلت عليكم الزينه ديالي، يعني راه غير كيكون الضغط ديال الميساجات وفقط انا هي اللي كنجاوب بيدي. الزينات ديالي كاملين اللي كيجيو عندي من طرف يعني اليوتيوب او الانستغرام او التيك توك، اي وحده جات عندي وقالت لي متابعه ديالك كنجاوبها، وكنجاوب فقط على بيع المنتجات الزينه ديالي. ما كنعطيش الوصفات في الواتساب باش هكا كنبقى نفرق، يعني الانستغرام عندي كندير فيه الوصفات وكنجاوب على الوصفات، واليوتيوب كذلك والتيك توك، والواتساب الخدمه ديالي فقط كنجاوب الزينه ديالي على المنتجات ديالي فقط، باش هكا فاش كنلقى شي وقيت الخدمه نلقى وقيت عاوتاني الوصفات ونجاوب المتابعات ديالي، كنفرق ما بين هذا وهذا الزينه ديالي. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه اللي عطاتكم فاتحه الشهيه، واللي بغات المسمنه كذلك مرحبا بها والف مرحبا. خليتكم على خير فيديو اخر ان شاء الله يا زينه ديالي، وما تنساونيش اختي من اللايكات والكومونتيرات ديال اي فيديو بغيتو نشاركو معكم اولا اي وصفه. انا